في ملخص الانمي بتاعنا وقفنا الحلقة اللي فاتت لما عرفنا ان ميموري كان طفل بيتم ضربه ومعاملته وحش بدون ما يعمل اي حاجة. ولما كبر زمايله كانوا بيضايقوه وبيتنمروا عليه وحاجة اخر بؤس بصراحة. ولكن في يوم يابا هم رايحين المدرسة بيتم نقل الباص بتاعهم بتاع الطلبة الى عالم تاني، وبتكون اللي عملت كده يابا حاكمة مملكة ايون واللي اسمها فيشس. وبنشوف ان الحاكمة ديت بتعامل ميموري اوحش معاملة لانها بتقول ان المهارة بتاعته ملهاش اي لازمة، وزمايله بيقولوا يا ريت تموت بقى وتريحنا منك يا عم ميموري. وساعتها فيشس بترسله الى تلال الظلام عشان خاطر تتخلص منه، ولكن الولا ميموري بيوعدها انه لو رجع هيفشخها هي وزمايله وهيعمل معاهم الهونج بونجا. وميموري لما بيروح هناك بيكون فاكر نفسه هيموت يابا، ولكنه بيقدر يستخدم مهارته. وبالمناسبه عيله نور انا قررت اسمي ميموري نزار، وده لان في حد من عيله نور قال لي انا عاوز اسمي شخصيه باسمي، فلو حابب يابا اسمي اي شخصيه باسمك اكتب لي في كومنت بالصلاه على النبي واعمل لايك للفيديو، لان لو الفيديو دوت جاب 2000 لايك هفهم ان الانمي عجبكم وهكمل فيه. ويلا بينا نخش على ملخص الانمي بتاعنا. ライオン神のエスカノール وبنشوف ان نزار يابا بيقعد يقتل في الوحوش وبيرفع من مستواه، ولكنه بيكون تعب وبيقول اهم مشكله دلوقتي بتواجهني هي الميه والاكل بالصلاه على النبي، لان من غيرهم مهما كان مستواه عالي هموت لا محاله. وساعتها بيقرر انه ياكل من لحم الوحوش اللي قتلها، بس لما بيدوق لحمها بيلاقي ان لحمها عباره عن حمض بيدوب كل حاجه. ومره واحده يابا بيلاقي الشنطه السحريه بتاعته بتنور، ولما بيفتحها بيلاقي جواها كيس بسكوت وكمان عصير، وحرفيا الواد نزار عينيه بتدمع لانه كده على الاقل ضمن انه يعيش كام يوم كمان بالصلاه على النبي، وبيكون مقضي حياته في تلال الظلام قضاء على الوحوش. ولكن الواد نزار بيكون حزين جدا بارتكاب المجازر، وبيقول اي نعم الوحوش ديت شرسه ولو ما قتلتهاش هتفشخني وتقتلني، ولكن انا مش عاوز ابقى كده. وبيفتكر ان خالته جت في يوم من الايام وانقذته من جوز امه اللي كان بيضربه كل يوم، وكان بيقعده على الارض ويقعد يعذب فيه وما كانش بياكله، وخالته هي اللي اديته امل في الحياه تاني وعلمته يعني ايه طيبه ويعني ايه حنيه. وبالمناسبه خالته ديت انا سميتها لينا لان حد من عيله نور برضو طلب مني ان اسمي شخصيه باسمه. المهم الواد نزار كان حزين لانه مش هيعرف يبقى زي خالته لينا لانها كانت بالنسبه له البطل بتاعه والمنقذ بتاعه. ومره واحده يابا الواد نزار بيبص على الليفل بتاعه بيلاقيه في الليفل 950 بالصلاه على النبي، وبيقول لازم اتقبل الامر لان القوي بس هو اللي بيفرض قوانينه، ولو انا ما قدرتش ابقى قوي مش هقدر احمي الضعفاء بالصلاه على النبي. وبيقدر يابا يوصل لمكان نوع الوحوش اللي فيه مختلف، وبيلاقي غرفه عشان يخشها لازم يشحن جزء من الجوهره اللي في الباب بالطاقه بتاعته بالصلاه على النبي. وبالفعل بيقدر يخش اول غرفه وبيلاقي فيها هيكل عظمي لزوج وزوجه، واضح انهم قرروا يموتوا سوا لانهم ضعاف ومش هيقدروا يكملوا، فبيصلي وبيدعي لهم وبيقول يا رب ارحمهم يا رب، ودوت بيديله حافز اكتر انه لازم يبقى قوي. وبيروح لباب الغرفه اللي بعدها، بس بيلاحظ يابا ان الباب دوت امتص طاقه سحريه اكتر. ولما بيخش يابا بيلاقي مذكرات بالشخص الميت في الغرفه ومكتوب فيها انا اسمي انجلين ولكني مش من العالم دوت ولي، وفي العالم دوت انا اسمي بطل الظلام المحرم، والست المفتريه اللي اسمها فيشس هي اللي استدعتني من العالم بتاعي، وبعد لما خلصت مهمتي بنجاح بدل ما ترجعني العالم بتاعي لا دي نفتني وجابتني في المكان ده. ولو حد بيقرا الرساله بتاعتي فانا سايب لك كتابه ولي في كل الوصفات السحريه المحرمه وكل حاجه اتعلمتها عن العالم ده بالصلاه على النبي. والولا نزار بيقعد يقلب في الكتاب وبيلاقي ورقه مكتوب فيها ملحوظه مهمه بتقول له احذر من اكل الارواح يا ولي انه يتحكم في التلال ويقتل الجميع بالصلاه على النبي. والولا نزار بيلاقي بعض الكتب واللفائف التانيه برضه غير الكتاب دوت اللي مكتوب فيها تعويذ سحريه خطيره جدا ولكنها بتكون بلغه مش بيقدر يفهمها. ولما بيبص على المستوى بتاعه بيلاقيه مستوى ال 1200 بالصلاه على النبي، فبيقول يا ترى هل ترى هقدر اهزم اكل الارواح
المستوى بتاعي ده. وبالفعل يابا بيروح عند ملك تلال الظلام اكل الارواح بالصلاة على النبي، وبيحاول يهجم عليه، بس ساعتها مش بيلحق ينطق اسم المهارة حتى وبيتصفي ايده. وساعتها يابا اكل الارواح بيتحرك وبيطلع كل جثث البشر اللي قتلهم قبل كده بالصلاة على النبي. والولا نزار بيتصدم وبيقول انا لا يمكن اذي البشر اللي زي انا، كل اللي قتلتهم قبل كده كانوا وحوش مفترسة، ولكن دول بشر. وبيطلع يابا ان من قدرات اكل الارواح انه بيشوف مخاوف الشخص اللي قدامه وايه هي اكتر حاجة بيحبها وبيقعد يعذبه بيها، لان اكل الارواح اكتر حاجة بتمزجه وبتكيفه انه يقعد يتفرج على الناس وهي بتعاني. بيحب يقعد يتفرج على الاشخاص وهي بتتعذب ويقعد يضحك عليهم. من موقعي هذا احب اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كلب خسيس. والولا نزار بيقعد يقول لهم ابعدوا، وبيقعد يعيط وبيقول حد يساعدني، انا لا يمكن اذي البشر اللي زي. واكل الارواح بيكون بيتلذذ بيأس الولا نزار، ولكن ساعتها يابا نزار بيطلق تعويذة الشلل على اكل الارواح بالصلاة على النبي، وبيقول له نقطة ضعفك يا ولا انك متكبر ومغرور، افتكرت انك الاقوى والاعلى وحقك تضحك على اي حد وتسخر منه، ولكن ساعتها انت اهملت دفاعك يا ولي. انت كنت فاكرني هتعاطف مع جثث بشرية؟ انا طول عمري كنت طيب ولطيف مع الكل، وردهم عليا كان بيكون بالاهانة والضرب، ولكن اللي اتعلمته في حياتي يا ولا اني هواجه الشر بالشر، القوة بالقوة، الذكاء بالذكاء. انا هكون لا اقهر يا ولي. تخيل بشر اضعف منك بكتير قدر يغلبك، قدر يغلب ملك تلال الظلام العظيم على سن ورمح. انت اقوى مني بكتير يا ولا، ولكنك غبي متكبر، اتفخس عليك وعلى شكلك. وبالفعل يابا بيقدر يقضي على حاكم تلال الظلام المعروف باكل الارواح بالصلاة على النبي. والولا نزار خلاص يابا هيخرج من الاطلال وهيكون لا يقهر، وساعتها بيظهر قدامه كل اللي ماتوا في التلال وبيشكروه انه هزم ملك التلال. وبيظهر قدامه بطل الظلام اللي كانت معاه الكتب السحرية، وبيقول لنزار اهزم الحاكمة فيشس يا ولي، الست دي شريرة وقادرة ومفترية. وبنشوف ان زمايل ميموري يابا بيهزموا الوحوش وكل واحد فيهم مغرور بقوته، ولكن تقدمهم بطيء جدا. يعني كيلو رغم انه من الرتبة اس ولكنه ما قدرش يوصل غير للمستوى ال 18 بالصلاة على النبي. وبنلاحظ ان ولا ياسو، واللي بالمناسبة انا سميته احمد اشرف لان هو طلب مني اسمي شخصية شريرة باسمه، بس قال لي لو سمحت يا ريت بلاش تبقى شخصية خنزيرة. فانا بصراحة ربنا يا عم احمد معرفش الشخصية ديت خنزيرة ولا لا، فانت هتلبسها يا ابني انت ونصيبك. المهم يا اسطى بنلاحظ ان ولا احمد عمال بيقتل في كل الوحوش، ومش بس كده يابا ده عمال بيقتل في الحيوانات، حتى الحيوانات اللي مش مفترسة بيقتلها. واضح انه بيستمتع بتعذيب الاخرين. وبنشوف ان البت لمياء الكيوت واقفة متضايقة لانها شايفة زمايلها مش بيقتلوا الوحوش الخطرة بس، لا يابا ده كمان بيقتلوا الحيوانات الغلبانة وهم مستمتعين. وبنلاقي في واحدة اسمها شيمو جاية تكلمها وبتعرض عليها تنضم للفريق بتاعها، وشيمو بتقول لها لو تحليلي صح فمعظم طلاب الصف بتاعنا هيموتوا بالصلاة على النبي لانهم متكبرين بقوتهم، ومش هيبقى مجموعة ترضى بيك يا بت يا لمياء غيري. وبتجيب حيوان غلبان وبتقول للمياء لازم تقتليها يا بت يا لمياء، احنا مش بنقتل لغرض المتعة بالصلاة على النبي زي الاغبياء اللي بيعملوا كده هناك دول، ولكن لو ما عملتيش كده يا بت يا لمياء فالحاكمة فيشس هتتخلص منك زي ما اتخلصت من الواد نزار. وبعد لما لمياء بتقتله بتكون قاعدة تعيط يا عيني، وبتفتكر لما شافت الواد نزار بيعالج قطة ضعيفة وكان بيكلم القطة وبيقول لها انا مش هتخلى عنك ابدا، وخدها عالجها. وبنلاقي يابا ان البت سما بتصحى من الغيبوبة اللي دخلت فيها بعد لكمة فيشس، وسما بتروح تكلم فيشس على نزار، ولكن فيشس بتمثل انها بتعيط وبتقول لها للاسف دي قوانين الدولة، كان نفسي اقدر اساعد نزار بس قوانين الدولة بتقول ان الضعيف لازم نتخلص منه. وعلى فكرة يا بت يا سما وانت نايمة انا ارسلت الكل الاختبار في الغابة علشان اشوف مين هيقدر يقتل وحوش ومين مش هيقدر، وطبعا اللي بيفشل بيتم استبعاده. فسما بتقول لها قصدك اللي بيفشل بيتم قتله او التخلص منه يا فيشس. وسما بتسالها انت ابطال الدرجه اس مهمين بالنسبه لك صح؟ وفيشس بتقول لها مهمين جدا بالنسبه لي. فسما بتقول لها تعالي نعقد صفقه، بما ان انا بطله من المستوى اس هنجز لك مهمات كتير بالصلاه على النبي، في المقابل ما تقتليش الاشخاص الضعيفه. وبينتقل المشهد يابا البنت بتجري وبنعرف انها بتهرب من الحرس المقدسين بالصلاه على النبي، ودول مجموعه من المقاتلين الاقوياء جدا في العالم ده وبيتصفوا بالوحشيه. وساعتها بنشوف ان ولا نزار خرج اخيرا من تلال الظلام بالصلاه على النبي وبيقول ويل لكل الاشرار المتكبرين ده انا هفشخكوا يا ولي. وبيفتح الاحصائيات بتاعته وبيكون في الليفل ال 1790 يا اخوانا، وكمان قدر يطور من مهاره السم بتاعه ويتحكم في ان السم يكون قاتل او مش قاتل، وكمان بيقدر يتحكم في مهاره الشلل، يعني يقدر يخلي الشلل يتلغي من على الراس علشان خاطر لو حابب يسمح للخصم بتاعه انه يتكلم بالصلاه على النبي. وبينطلق ولكنه بيلاقي مجموعه من السلايم ماسكين واحد منهم
وعمالين يضربوا فيه، ونزار بيحزن عليه جدا، ولكنه بيلاقي السلايم رفض تصرفهم وبيرد لهم الضرب بالصلاة على النبي. وهنا نزار يابا بيقرر يتدخل وبيستخدم قدرة الشلل وبيقضي عليهم ما عدا السلايم الغلبان اللي كان بيتضرب، وبيقول له على فكرة بقى يا ولي انت كنت رائع لما كنت بتدافع عن نفسك بالصلاة على النبي، ما تخافش يا ولي انا مش هأذيك وهشيل عنك تأثير الشلل كمان. وساعتها السلايم يابا بيقرر يتبع نزار لانه حبه. وبنشوف يابا البنت اللي كانت بتجري من حراس الدم المقدسين بالصلاة على النبي، وبتقول واضح انهم قرروا يوصلوا عندي، وبتقرر يابا تستخدم مهارتها الاقوى وهي مهارة رداء الروح. ولكن الحراس وهم بيجروا ورا البنت بيقابلوا نزار وبيقولوا حلو ده لما نجرب عليه الاسلحة بتاعتنا، وبعد كده نروح نمسك البنت ونقعد نعذب فيها 6 شهور وبعد كده نقتلها. فواحد منهم بيقول لا يا عم انا عاوز اقعد اعذبها 8 شهور مش 6. ونزار بيتدخل وبيقول انتوا بتتكلموا في حياة الابرياء كانها لعبة، وعذاب الكائنات الحية شيء مسلي بالنسبة لكم. وبيستخدم يابا قدرة الشلل على اول واحد فيهم وبيقول لهم انتوا حسالة ولا انت وهو اسفخس عليكم يالي، وانا مش هندم لحظة يا ولي اني قتلت امثالكم. وبالفعل يابا بيخلص عليهم. وساعتها البنت دي بتحس ان وجود وهلة الحراس اختفى، ولكنها بتحس بوجود وهلة شخص تاني. اي نعم الهالة بتاعته مش شريرة، ولكن الغابة والارواح كلها بتكون خايفة منه. وساعتها يابا بيظهر نزار بالصلاة على النبي وبيقوم بشل حركتها وبيقول لها انا مش ناوي اقتلك يا ولية، ولكني اسالك شوية اسئلة واسيبك بالصلاة على النبي. وساعتها بيقوم بالغاء تأثير الشلل من دماغها علشان تقدر تتكلم. والبنت بتقول له انا هجاوبك على كل حاجة يا ولي، بس عاوز اسالك السؤال الاول، انت قابلت 4 رجالة من شوية؟ فبيقول لها قابلتهم. فبتقول له هما فين دلوقتي يا ولي؟ فبيقول لها قتلتهم طبعا. والبنت بتقول مستحيل، قتلت 4 من حراس الدم المقدسين، اكيد معاك مجموعة من الرتبة اس بتساعدك يا ولي. فبيقول لها لا انا معايا رفيق واحد بس، ولكني مش هينفع اكشف عنه دلوقتي لاني مش واثق فيكي بالصلاة على النبي. وبيكون قصده بالرفيق السلايم اللي معاه. والبنت بتقول له انت مش بتكذب يا ولي لان انا عندي مهارة تمييز الكذب بالصلاة على النبي. وبيسألها عن اسمها وبيطلع اسمها رهف بالصلاة على النبي. ورهف بتقول له انا مستعد اجاوبك عن اسئلتك يا ولي، انت في النهاية برضو انقذت حياتي. وبيعرف من رهف انهم موجودين في مملكة انزا مش مملكة ايون اللي بتحكمها فيشيس بالصلاة على النبي. وبيوريها واحد من كتب السحر اللي كانت موجودة مع بطل الظلام المحرم، وبيقول لها الكتاب دوت يا بت يا رهف مكتوب بلغة انا مش فاهمها، تعرفي تترجميها ليا بالصلاة على النبي؟ ورهف مش بتعرف بس بتقول له ان في ساحرة اسمها مشعوذة السوداء عندها معرفة واسعة بالفنون القديمة واللغات المنقرضة. فنزار بيسألها الاقيها فين يا بت يا رهف الساحرة السوداء؟ فبتقول له في ارض الوحوش ذات العيون الذهبية يا ولي. وساعتها هو نزار بيشكرها وبيقول لها احنا هنفترق دلوقتي يا ولية، ولكن لما بيبص لها بتفكره بخالته لينا لانها طيبة زيها. وانزل بسرعة يابا اعمل لايك للفيديو يا ولي علشان ملخص الانمي دوت لو عدى ال 1500 لايك هنزل لكم الحلقة اللي بعديها بالصلاة على النبي. ولو عاوزني اسمي اي شخصية باسمك فاشترك في القناة وانضم لعيلة نور واكتب لي اسمك في كومنت بالصلاة على النبي. وكان معاكم نور من قناة ملخصات نور، وبس كده السلام.